السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكل عشاق الكروشيه، أهلا بكم في قناتي لمسة كروشيه. أنا آية. لو بتحبوا الكروشيه وعايزين تتعلموا كل جديد وكل أسرار الكروشيه من الصفر، عايزين تبقوا محترفين جدا، حتى لو بتدوري على أفكار جديدة، مشاريع مميزة، مشاريع جديدة، فانتي في المكان الصح. انتي هنا مع آية. هتلاقوا فيديوهات شرح مفصلة وسهلة جدا خطوة بخطوة علشان نعمل مع بعض أحلى وأجمل القطع. يلا بينا نجهز خيوطنا إبرنا ونبدأ رحلة جميلة وممتعة في عالم الكروشيه. أنا النهاردة هعمل معاكم توزيعات سبوع أو ميدالية على شكل عربية كيوت قوي، قمر كده صغيرة. هنسمي الله. معايا إبرة رقم 2 وإبرة رقم 3. هستخدم المرة دي، اللي حابب يستخدم نوع الخيط يستخدمه أي نوع خيط، يعني مش فارقة، يعني كل واحد يستخدم نوع الخيط المتاح عنده. أنا حاليا عندي الخيط ده هو المتاح عندي، فده اللي أنا بستخدمه. هعمل ايه؟ هعمل الدايرة سحرية، الدايرة السحرية كده تمام. هعمل فيها 9 عمود بلفة. هتفعل اول 3 سلاسل، هعمل 9 عمود بلفة. اول 3 سلاسل بمثابة عمود، فانا هعمل 9 عمود بلفة. عملت كده 3 سلاسل بمثابة اول عمود، هعمل كمان عليهم 8 كده، 2 3 4 العمود ده مكملش، 4 5 6 7 8 9. هشد بس الخيط كده، اقفل كويس عشان الشكل. انا هنا ما بقفلش، انا هسيبها كده مفتوحة كده اهي. طيب هعمل ايه؟ فوق كل عمود عمودين، يعني تزايد، فوق كل عمود عمودين. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 2 بقى، نعمل على طول عمودين فوق كل عمود 2. فوق كل عمود 2. هي شكلها مفتوح كده. اعد بقى كده، انا عملت كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. احنا فعلا عملنا هنا في الاول 3 سلاسل
هقفل بقى باخر عمود فوق ال3 سلاسل هنا، لان احنا عملنا عمود الناحية التانية كده خلاص. طيب هرتفع 3 سلاسل. السطر الثالث هيبقى غرزة واحدة فردي وبالتزايد، يعني غرزة يعني واحدة اتنين. طيب احنا ارتفعنا كده 3 سلاسل، فكده اول غرزة، فاللي بعدها هيبقى تزايد 2، واحدة فردي وواحدة مجوز، يعني واحدة كده 2، اخر حاجة عملها كده 2، بعدها واحدة 2، واحدة 2، واحدة 2. واللي حابب ان هو يخلي شكلها كبير ممكن يعمل العجلة دي او العربية دي بعمود بلفتين، هيطلع شكلها اكبر كمان عن كده. احنا اخر حاجة واحد كده 2، واحد 2. المفروض يبقى معانا 27 غرزة. هعمل انا ايه، اعدهم لما اخلص علشان نتأكد ان احنا ماشيين من غير لخبطة والدنيا ماشية معانا تمام. هنعد في الاخر يبقى معانا 27 غرزة، بس انا كده ماشية اوكي. طيب هعمل ايه بقى، هرتفع 3 سلاسل وهعمل غرزة غرزتين، غرزتين، هيبقى في الاخر معايا 36 غرزة. فده اول عمود، تاني عمود اهو، احنا 3 سلاسل بمثابة عمود كده، غرزتين، ده 1 2 1، عشان بقى ما عدش في الاخر، بس انتوا عدوا عشان ما تتلخبطوش. ده غرزة غرزتين، غرزتين غرزة غرزتين، غرزة غرزتين، غرزة غرزتين، غرزة غرزتين، غرزتين هنا، غرزة خلاص كده. فهعمل ايه هنا، انا هقص الخيط، يعني انا هكتفي ان هي يكون حجمها كده عشان لو الميدالية او التوزيع ما يبقاش شكلها كبير عن كده.
طب انا كده خلاص خلصت. بالنسبه لي الحجم ده هيبقى مناسب عشان يبقى برضو ماشي مع الحجم ده، لانها زي ما قلت هي توزيعات، ما ينفعش نكبر في حجمها قوي. اللي حابب يعمل حجم اكبر اوكي تمام. انا بقى همشي اعمل الاطار اللي هو الابيض ده اللي هنا لبني، هعمله انا ابيض. اخش هنا كده واعمل غرزة حشو عادية خالص. الخيوط دي انا هسويها بقى في الاخر، بس اطلع بس كده واعمل غرزة حشو. غرزة الحلزون او الغرزة العكسية بتتعمل ازاي؟ بألف كده لورا واسحب الخيط واطلع منها كده تحت الغرزة، وبطلع كده بقلب ايدي يعني كده، ما باخدش اي خيط على الابرة ولا بعمل اي حاجة، انا بس بدخل كده اهو تحت الحلقتين اللي هي السلسلة، يعني الشغل في ايدي الشمال وايدي اليمين اللي فيها الابرة بتنزل كده تحت. بنشتغل بالعكس، دي بيقولوا عليها الغرزة العكسية والحلزون، يعني لها كذا اسم، فانا مش عارفة بقى عندكم بقى لها اسم كمان ولا لا. هاخد العجلة العربية كلها داير ما يدور عشان يطلع شكلها زي اللي معمولة قدامكم هنا. اللي عايز يعملها بلون واحد يعملها بلون واحد، اللي حابب يعملها بلون مخالف كمان معاها غيره، مثلا لون الابيض، اي لون انتوا تحبوه تمام. بس انا عاملاها هنا عشان لولد ابيض في لبني. ان شاء الله هعمل لكم سلسلة توزيعات سبوع او ميداليات حلوة جدا. عملت لكم المرة اللي فاتت برضو طريقة القلب بالكروشيه بخيط الكليم، عملت منه طريقتين، وعملت كذا شكل لتوزيعات السبوع اللي حابب يتفرج عليهم. همشي خلاص كده للاخر اهو عشان ننضف الشغل بقى، والخيوط دي كلها نرجعها لورا كده وننضف الشغل. دي اخر سلسلة خلاص كده، هعمل بس سلسلة اختم بيها المقص. كل الخيوط دي بقى انا هاخدها كده لورا انضفها. اللي حابب ينضف بإبرة التنظيف ينضفها بإبرة التنظيف، لكن انا بالنسبة لي الإبرة دي صغيرة فتمام يعني. انا لما نضفت هنا من ورا هي مش باينة من قدام.
وعلى فكرة اللي حابب يقصها واللي حابب يقوم لازقها بشمع كده صغير عشان ما تبانش براحته برضو. لسه دي انا هقصها عشان كبيرة قوي. دخل دي ما بين الخيط كده. انا اصلا شغالة عليها العمود كله اللي انا عملته شغالة عليها، يعني مدرياها تحت الشغل، فعادي لو انت قصيتي من دلوقتي مفيش مشكلة. وبرضو اللي يريحك عايزة تستخدمي ابرة التنظيف تمام. طيب لسه ايه بقى العربية دي ناقصها ايه؟ العجل بتاعها. انا هنا عاملة اول عجلة هنا، هعمل واحدة كمان دلوقتي معاكم اللي هي زي دي. هجيب بس الخيط عشان اعملها. العجلة طبعا عايزة تعمليها اكتر، يعني لو هتعمليها اكبر من اللي انا عاملاها دي هتعملي عدد عواميد كتير. هي دي هنا باين عليها صغيرة لان هي لسه ما اتلزقتش وهي الشمع فردها بالشكل ده. انا هعمل هنا عادي دايرة سحرية برضو. هرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود. هعمل 12 عمود بلفة، فانا عملت هنا 3 سلاسل فهعمل 11 كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اقفل بقى الدايرة دي كويس جدا. انا عاملة هنا 12 زي دي 12 برضو. طيب هعمل ايه؟ هقص الخيط بقى. هقفل عادي، اخش في اول سلسلة كده تحت السلسلة الاولانية واخد الخيط اللي انا لسه قصاه وارجع تاني ادخله في نص السلسلة كده. كده انا قفلتها على شكل سلسلة. هاخد بقى الخيط الزيادة ده اللي هو بتاع الدايرة السحرية ده كده زيادة. هقفل بس حاجة بسيطة لان انا كده كده هلزق بالشمع عشان ما يفكش مني. وبرضو لكم حرية الاختيار انكم تستخدموا ابرة التنظيف. انا كده بالنسبة لي تمام. هعمل بقى الحلقة اللي هي العكسية او الحلزون نفس ما عملت في العربية. هنا هعمل في العجلة.
هي الغرزة دي بتدي شكل حلو للشغل. انا هنا كملت العجلة التانية كده، العجلتين شبه بعض، وكمان ركبت الدلاية اللي هي العلاقة. هلزق بقى علشان اوريكم الشكل النهائي. بواقي الخيط اللي ورا ديت عادي خالص، احنا كده كده هنلزق عليها بالشمع. وزي ما قلت اللي حابب انه يخيطهم تمام يخيط، بس انا بفضل اللزق امتن واسرع برضو. الزقها بس بالراحة عشان اللزق. حتة زي دي طالعة هنقفل عليها كده. على فكرة انا الشمع بتاعي مش سخنة قوي، يعني مش سخنة قوي على ايديا. نفس الكلام في دي، هحطها كده الاول، عايزة تبقى زي التانية بالظبط، فهشد بس الخيط كده اظبطه كده واحطها هنا. هفردها بقى بايديا، ابدأ بقى اثبت الجوانب بتاعتها. كده كلها ثابته خلاص. هركب الفيونكه الصغننه دي في النص هنا كده كده. خلاص العربيه تمام، او العجله بقى اللي تحبوا تقولوا عليه، عامله زي الهلال هي كده. خلاص انا كده خلصتها. ان شاء الله اتمنى ان يكون الشرح عجبكم والتوزيعات دي تكون عجبتكم، او الميداليات زي ما تحبوا تقولوا. لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. لو حابين نعمل حاجه جديده مع بعض قولولي، وانا برضو ان شاء الله ظبط ونعمل لها فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.